طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شكلي دخلت قبل الزمن بدقائق أو ما متأكد، فرق دقيقة دقيقتين ما علينا. آه، طيب يا شباب، أنا قسمنا اللقاء الليلة على اثنين، لأنه عشان ما يكون في تداخل في الكلام، لأنه في الأهم ثم المهم. المهم ده ملحوق بعدين، الناس ما تتجرس وزي الآن. الأهم كل يوم كنا بنقول يا اخواننا الاعتصام ده قبل ما البشير ده يسقط ذاته. يعني الخطوات السابقه دي للاسف الشديد انا لي 4 يوم شغال تذكير، بس ما في جديد. بذكر يا جماعه زمان قلنا كده، يا جماعه زمان ما في جديد. لو ملاحظين هسه الليله ما في جديد يا جماعه، زمان قلنا كده. زمان قبل البشير ذاته يشيلوا يدسوا قلنا يا اخي لو الحكومه سقطت ما سقطت الاعتصام ده يتواصل، سقطت ما سقطت الاعتصام يتواصل، اختلفتوا اتفقتوا الاعتصام يتواصل مع غيره. كلامك ده قوله في الاعتصام، كلام ده كل يوم كنا بنقول فيه يا اخوانا. دي جزئيه مهمه جدا جدا، انه بغض النظر عن الحاصل شنو ده ولا تركز. ما فاهم امشي افهم في القياده العامه هناك عشان نركز على الاعتصام اكثر. قلت لكم ما بنصدق اي كلام ثاني الا يجينا من القياده العامه هناك. يبقى يا اخوانا الاعتصام ده يعني ما خلاص، وكنا خلاص. يعني انا ما عارف الناس دي بتقعد تصطدم وتتجرس وتحبط من ابسط حاجه كده ليه؟ ما من زمان بنقول لك الله اذا في اتفاق في اختلاف يتم قدام شنو؟ القياده العامه. قلنا مليون مره الكلام ده، لكن الناس خلاص بقت في عصايه شايلنا للناس. نحن نمشي بالشارع ده، نحن نقول، نحن نكتب، لازم تقول لنا كده. ما بقول لك ده الثابت الان، الباقي كله متغير. في اللحظات دي يا اخواننا الثابت الوحيد هو الاعتصام. ما عندي ثابت ثاني، ما عندي سقف، ما عندي زول. الكلام ده يا اخواننا الناس طوالي تمشي، كل الناس الان محلها في القياده. بعد ذاك بالمسح هنشوف كلام السياسه. الغالب الناس ده ما داير نتدخل فيه، لكن بنقول راينا، وراينا حنقوله كجماعه بعد ده. خلاص يعني يا اما يسمعوا يا اما ما يسمعوا. ما دايرين لحد الليله بنكرر ما دايرين سلطه، لكن دايرينها تمشي صح. تمشي صح دي بعد ده ما انت رايك ده ما في زول حيسمعوا ما لم يكون تحتك في قواعد او معاك في قواعد او مشتركين معاك قواعد. خلاص بعد ده كلامنا حنقوله ككيان ما كعثمان زنون، عشان يفضوا فكره انه صف 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 دي. يا اخي الصلاه ما صف واحد، يا اخي الصلاه 60 صف. ما تقول لي صف صف، بعد ده ما في كلام. الصف ده عباره عن متاجر رخيصه جدا جدا عشان تسكت بها الناس، عشان تستولى بس. ده كلام بجيه بعدين. عموما يا شباب، ملخص اللي حصل الليله انه الان انا ما بقول لسه، ما بقول مجلس عسكري ولا بقول ما تعرف. النظام الان شغال شغل وسخان جدا جدا. كونهم يمشوا يجيبوا الاعلام العالمي في اللحظات دي بعد ما الناس خلاص حسوا بالانتصار ويتراخوا. قلنا الكلام ده زمان في احد، حصل تراخي. الان طوالي قاموا جابوا شنو؟ جاء انا بشق الصف الليله دي بالليل، بشق الصف كره كده. انت ما بزول يفلقني الصف كرهتونا. كان الصف الوطني ذاته وطنيه بتاع شنو؟ الوطنيه دي مربوطه بسقف ولا بزول ولا بحزب؟ ارجونا الساعه 8 ونص بعدين عشان نوريكم الصف ده بالشقه كيف، عشان ما في زول ثاني يسرق مجهود الناس، ولا في زول يفرض على الناس فرض انه يمشوا معاه او يقول ده الصف الوطني بيجاي ما مشى فيه ما وطني. الكلام ده الليله الساعه 8 ونص بنشوفه. حاليا الناس تشوف اعتصامه بس. كلامي ده صح تمشي الاعتصام، كلامي ده غلط تمشي الاعتصام. ليه؟ لانه الان بيغادي في محاوله سرقه. اي زول بقى عارفها، ما تدسوا راسكم في الرمله. بيجاي في محاوله بتاعت التفاف من المجلس العسكري على الثوره. لما يجوني تاتشيرات الامن، انت جابك منو يا برهان؟ اجابك منو؟ انت الان قاعد رئيس مجلس عسكري انتقالي بسبب منو؟ بسبب الثوره دي. ما تفليك نساي، ما يغرك الجيش اللي عندك ده، ما تغرك التاتشيرات. الشباب ده سقطوا النظام اللي قبلك، اقوى منك كان، ما كان عنده جيش. بس انا داير افهم التحرك الان حول الاعتصام ده، الفهم فيه شنو؟ تاثيرات الان حول الاعتصام، جايبين الاعلام عشان تقولوا ما في اعتصام. دايرين خلاص بدينا من اول يوم شغل بتاع كيزان. من اول يوم دارت شغلين شغل بتاع صلاح قوش. من اول يوم عارفين في اخطاء حاصله تتحملوها برضه. الناس صابرين 30 سنه. شنو في فوضى حاصله؟ في شوف مهما كان في اخفاقات ولا في اخطاء ولا في مضايقات ولا في كلام مضايق العساكر من اعتصام، يا اخي الشعب السوداني متضايق 30 سنه صابر. ما تصبروا اعتصام ده شهر شهرين مش يومين ثلاثه، تصبروا عليه شهر شهرين. المحاولات الان لفض الاعتصام يا ناس العساكر، انا بدون مسميات تفاصيل اعرف الاتي. انت الان خلاص قلنا التجمع والاحزاب حيقبلوا بك على مراحل. الكلام ده انا قلته قبل ما يجيبوا برهان، انه حيقبلوا على مراحل لحفظ ماء الوجه، للمعادله الاماراتيه. كلام الثبت بقى واضح، يجوز بقى عارفه. ما عندنا مشكله يا زول، لكن ده ذاته المسرحيه دي تمشي بالشكل اللي برد الشعب السوداني.
وتحقق لهم مطالبه. اتفقتوا انتوا الاثنين حققوا مطالب الناس، خلاص بعد ده انا بتعامل معكم الاثنين كحاجه واحده. طالما في قاعده الليله هناك في الفندق ما عارف شنو تكنوقراط ده نعمل نجيب ونسوي في حوار بينك وبين الناس ديل. انا بالنسبه لي انتوا سوا بقول لك انت والناس ديل حققوا مطالب الشباب اللي قاعدين في الشارع ديل، ولا بينفصل مني بعد ثاني. المجلس العسكري من التجمع من القوى الحريه والتغيير من الاحزاب السياسيه قاعد تفاوض فيه وعارفين الكلام ده. نحن وصلتوا المراحل الاخيره ما عندنا مشكله، لكن الاعتصام ده ما تهبشوا لانه في مطالب كم ما تحققت تسقطوا انتوا واللي بيحاورك واللي بيتفق معك لازم تسقطوا مع بعض او تمشوا مع بعض زي الناس. شنو فضل الاعتصام؟ ما تطلع لي بيان بجاي وانت بتحاور بجاي. فضل الاعتصام ده شوفوا يا شباب، اذا انت فعليا مؤمن بالتحول الديمقراطي الجاي في السودان تبقى طوالي تكفل للشباب ده حق التظاهر. الاعتصام ده يقعد سنه ما عندك معه شغله لحد ما ينفضوا الشباب ده بيرضاهم. الشباب ده هم جابوك يا برهان حمدتي. ما يغرك العساكر بتاعنا الدل سايق لك 26,000 مقاتل على مدار 10 سنه ما حصلت الغصر. خشيت الغصر بفضل الشباب ديل، ما تنسى فضلهم عليك. زي ما انت عندك فضل الان بيقولوا انك حميت المظاهرين، ما تنسى انه هم ذاتهم سبب انك الان قاعد في المقدمه. جاي تتفوا عليهم خلاص ورقه اتحرقت دار انت في الظلم. اعتصام ورقه اتحرقت عشان تسوي في راسكم، ورقه انتهت خلاص بقى الاعتصام مضايقكم، وصلتوا له السلطه بقى خلاص حاجه كعبه جايبين التاتشيرات تحاوطوا. شوفوا اذا حصل وفضيتوا الاعتصام اعرف انه رجعتوا البلد دي ما 30 سنه 60 سنه لورا. الناس دي ما حتسكت تاني، ما حتسكت، ما في زول بيسكتهم تاني. بترجع تاني للمظاهرات الاولى في الاحياء والتكفير والمتاريس، وتبقى تاني نفس التاتشيرات حقتك. حتدقنا بالجيش؟ حتدق الناس بالجيش؟ ما بيبقى اختبار حقيقي لك بعد ده. شوفوا الاعتصام ده ما تهبشوه، الاعتصام ده ما تهبشوه نهائي. مش لو جو ديل خلاص تحسوا بانكم انتوا استلمتوا الجماعه ديل من تحت بالتفاوض، لا لا لا. الاعتصام ده التفاوض الجاي قدام القياده دي. ده كلامنا حق بعدين الساعه 8:30. الما عاجبه طوالي بغادي، وانا ما عندي صف وطني. انا زول ما وطني، انا زول خاين للوطن. من الليله انا جداد الكتروني. هل شايف الحقيقه مره ما قادر يبلعها؟ قلت عليكم بتفهم. ما عارف الناس دي ماشيه كيف، ما قضايا ما تصفيه. قلنا الناس دي حيقبلوا على مراحل. هسه مالكم ساكتين؟ ما دي المراحل ماشيه، والاعتصام بجاي محاصر، والقضايا ما تنفذت، والمجتمع الدولي مراقب. انا ما قاعد اعاين من الزاويه الضيقه، بعاين من كل الزوايا. لما تكلمنا عن دارفور الناس ردوا لهم، ما تردوا لي، ردوا لهم، ردوا لناس دارفور، ردوا الحركات المسلحه، قولوا كلام يرضيها. شنو جاي في سطر كاتب لي وقف الحرب في دارفور؟ الحرب ما بتوقفها انت، بيوقف الزول الشايل السلاح في دارفور، هو اللي بيقول الكلام ده، وانت اللي بتقدم له ما يرضيه عشان ياخذ السلاح. لكن ما يفتكر انه انت الان بقيت في السلطه خلاص. ناس قبل ما تمسك السلطه عايز تخاطبهم باستعلاء انه والله نعمل من اجل وقف الحرب. لا لا، ما تعمل، ما تعمل، تقدم ما يرضي. لانه اهل دارفور الشايلين السلاح يضعوا السلاح جنبا الى جنب، وما يبقى حمدتي افضل من عبد الواحد، ولا عبد الواحد افضل منك، ولا انت افضل مني. ما في زول يدعال على زول. الكلام ده انتم ما بينه بكره حتتذكروه. والله بكره تبقى على البلد دي تقعدوا الان تقولوا في الكلام بتاع الشفع ده نحن وجارين ورا وماسكين في ظلم ونحن ما عارف منو والما معانا ان شاء الله يقوم له ظلم. ده شنو ده خطاب شنو؟ ما تمرروا خطاب زي ده لانه خطر على بكره، خطر على بكره. بكره جات، بكره جات. سكتونا زمان، قلتوا لا اسكتوا للنهايه، سكتنا. هسه اللي بيسكتنا شنو؟ اللي بيسكتنا شنو هسه؟ وروني السبب اللي بيسكتنا الان شنو؟ البشير سكت، بقينا في مراحل النهائيه. تتكلم اسكت. الصف الوطني، الصف الوطني شرط اقول الغلط صح عشان اكون بماسك في الصف الوطني، شرط. طيب يا شباب، والله في ناس الله بريدهم في البلد دي. الناس اللي بيقولوا تعال تعال تعال، انا جيت خديت جوازي ده قدامكم ووريت المشكله شنو. ما كنا من زمان من 5 ابريل ل 4 ابريل كان بيكون قاعدين هناك. ده كلام عليكم الله ما تفتحوا لنا ثاني، ما جاي. لما تفرج بنجي بتندي ما عارف، لما تفرج بنجي يا شباب. شوفوا ملخص الكلام عشان ما نود نلف وندور. بعدين عندنا كلام الساعه 8:30، ده اعلانه، ده اعلان كلام الساعه 8:30. كلام حق اسي. الجماعه ديل بدوا يشتغلوا شغل بتاع الكيزان من هسه. جابوا قنوات اعلاميه عشان يوروا ان الاعتصام ضعيف، خاتين التاتشيرات حول الاعتصام. احنا ما دايرين نرجع لمربع المظاهرات ثاني، ما دايرين نرجع لمربع بري والعباسيه وشمبات والشجر، ما دايرين نرجع المربع ده. ما ترجعوا الناس للمربع ده، لان المربع ده الجيش ذاته ما قدروا، الجيش ذاته ما قدر المربع ده. ما تغركم الكاكي، ما يغركم الرصاص الشايلينه. الشعب السوداني ده اقوى من اي قوه على وجه الارض. اذا فدتوا الاعتصام حيمشوا وين؟
حيرجعوا يترسوا الاحياء تاني، ما تنسوا الكلام ده. هوي قبلكم كان في فرعون قاعد في البلد دي، زولكم بتعرفوا كويس، زولكم بتعرفوا كويس. تتصرفوا غلط مع الاعتصام ده، البلد دي والله تجود تاني ليوم الدين ما بترجع. ما تهبشوا الاعتصام وما ترخوا يا شباب، متفقين او مختلفين الاعتصام هناك قدام القياده العامه، لانه المكتسبات والاختلافات تحل قدام القياده، والمكتسبات تحرز قدام القياده. كل يوم كنت بقول يا اخي الزول الحاسس انه ثورته انجزت يحرس انجازه، ثورته ما انجزت يكمل انجازه. الاثنين وين؟ قدام القياده العامه للقوات المسلحه. الاثنين كل يوم بنقول في الكلام ده، ثورتك دي انجزت احرس انجازك قدام القياده العامه للقوات المسلحه. ثورتك ما انجزت كمل انجازك قدام القياده العامه للقوات المسلحه. يا اخواننا الكلام ده مهم جدا. الاعتصام ده الايام دي اهم من 6 ابريل، الايام دي اهم من 6 ابريل. ولا حتبكوا الناس دي بدوا منها يلتفوا على المعتصمين وديك ما فاضيين شغال. لا لازم تفضوا تركزوا النقطه دي، تركزوا في النقطه دي. اذا ما عاوز ضد، اذا عاجبك واذا ما عاجبك مكانك الاعتصام، حمايه لمكتسبات الثوره بتاعتك دي، دفاعا عن دم الشهداء اللي ماتوا ديل. الناس ديل كلام واضح، وكلام تاني اوضح للعساكر نفسهم. انت اذا فعليا مؤمن بالتحول الديمقراطي مفترض طوال تعترف بحق الشباب ديل في التظاهر. شنو دار تفض الاعتصام؟ تفضوا ليه؟ ما خلاص كده كتمت من الليله كتمت. والله لو جبت مجلس مدني ولا حكومه مدنيه ولا جبت اي حاجه الشغلات دي كتمت. لو حاولت تفض الاعتصام تبقى طوالي انت رجعت اشتغلت الشغل بتاع الجماعه دي من اول يوم انت اشتغلته. فمحاولاتكم لفض الاعتصام من غير تحقيق المطالب بتاعت الشباب دي طوالي ده سقوط ثالث طوالي. الجزئيه دي انا عارف في ناس الان راسهم شاطب شديد. المطلب الاول بالنسبه لي انا تحول ذاته. المطلب الاول عدم المساس بالاعتصام، عدم المساس بالاعتصام. ده المطلب الاول الان. شفتوا في اي كلام، في حوار، في تغيير، في تشكيل حكومه، في غيره، الاعتصام ده يقعد، الاعتصام ده يقعد. 2 اي زول حريص على التحول الديمقراطي في السودان مفترض يكون موجود في الاعتصام، لانه استدعائهم للقنوات الايام دي مع ضعف الاعتصام حركه خبيثه جدا جدا ما بتشبه الا الموضوع الوطني. ما تخلونا كل يوم شكنا يزيد اكثر فاكثر. ابقى يا اخواننا الان الناس طوالي كلها تتحرك نحو الاعتصام. كل الناس دارين تحتفلوا. مفترض انا ما عارف ذاته. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا اخواننا اعملوا اي شيء بخليكم تقعدوا قبلكم. الناس كان بترسل مويه تواصل مويه، بترسل اكل تواصل اكل. دي اخر لحظات يا اخواننا، دارين تنفجروا فيها. شغلانه دي باظت، سيطروا عليها تاني وبنقلبوا على الجماعه دي. انتوا السلاح الوحيد الان، السلاح الوحيد متفق او مختلف، والمعركه دي ما بيحسموها بسلاح واحد. الناس المصرين على الصف الوطني ديل المعركه ما بتحسم بسلاح واحد. تنوع الاسلحه ده هو اللي بيحسم المعركه. فبيمنح شنو؟ بيمنح شنو؟ الناس الشايفين المعركه انتهت يقعدوا قدام القياده، والشايفين انها ما انتهت يقعدوا قدام القياده. واذا في زول واحد بس شايف انه فلان ده بيمثلك، انت تمثل رايك قدام شنو؟ القياده. ما في تزحزح يا اخوانا، ما في تزحزح. الاعتصام ده السلاح الوحيد. كل الناس تلتف حوله. عندك راي في اي زول تمشي تقعد تعتصم تقول رايك ده هناك في الاعتصام، ما تقوله في الشارع. نقطه. الان الثوره في خطر، والان مكاسبكم في خطر. حاجه في كلام فارغ بالمناسبه هتحصل هناك في الاعتصام، هو واحد من اسباب ململه العساكر. في سلوكيات كثيره غلط حصلت ما تنكروها. الكلام ده نحن اخواننا قاعد يجي من داخل القياده العامه، انه العساكر الرتب الوسيطه بدات تتململ في اشياء قاعد تحصل قدام القياده. الناس تحسم الحاجات دي وراه. اعتصام غرضه معروف. اي لف دوران من الخط الرئيسي بتاع الاعتصام ده انت هزمت روح الناس اللي ماتوا قدامك في الدرب ده. حاجه ثانيه، انا واحد من الناس اقول لكم اسمعوها كويس. شفتوا الزول الراكب راس؟ انا زول بتاع ركوب راس. خلاص كلامنا في الاعتصام انتهى يا اخواننا، ما في حل. شفتوا رخيته في الاعتصام، الثوره دي انتهت كله، ما جابت ولا مكسب، بالعكس حتجيب ديكتاتوريه ابشع. العساكر دي فضوا الاعتصام ده طوال المتاريس الاحياء الشارع التكفيل، ما في حل. اسقطوا هم واللي بيحاورهم. داير تحاور شروطنا الاولى قلناها، او كلامنا عن الساعه 8:30 ما بينه ده يا اخواننا سؤال. والله اللي بيفتكر جارين ورا سلطه يبقى مريض هو في نفسه، يبقى مريض ويبقى مبشوف، بيبقى بشوف بالحقد بتاعه، مبشوف بعقله. احنا خايفين على شنو؟
بنكوري خايفين على شنو؟ ما الرؤيه دي واضحه. كلامنا اللي بنقول فيه ده بيحصل الان، الناس بتصطدم ليه؟ ليه؟ انا جداده، انا اسمع زنون ده من الليله جداده، ده انا اكتبها لي في جبهتي. انا جداده، انا خاين، انا شقاق الصف الوطني، ده انا. ما تتجرسوا، الكلام الغلط اللي بيحصل ده غلط، ونحن عارفين انه هيحصل، عارفين انه من اول يوم في الثوره دي، من يوم 25 كتبتها عشان الشيوعيين اللي لسه بيطلعوا في البيانات. ما هو الجوطه دي انتوا الناس الما سياسيين للاسف ما شايفينها، ما شايفين البيانات اللي قاعد تتضارب. انا قبل 3 شهور وكذا يوم كتبت انه في حزب الان يتحرك في اتجاه سرقه الثوره. البوست قاعد، قلت لكم الثوره ما سرقت في نهايتها، الكلام ده انا كتبته قبل 3 شهور. قلت لكم الثوره ما اتسرقت في نهايتها، الثوره اتسرقت الان. ارجعوا للكلام ده مع موكب الرحيل الاول، واصلنا تاني ما تكلمنا كله. انا ما قاعد انسى، لكن عارف بتين بتناقش، ده وقته. ما داير اتحاسب معك، لسه ما داير اتحاسب، من حقي بعد ده خلاص. بعد ده من حقنا نقدم مطالب، تتقدم بشكل مباشر، مش ورقه بتاعت مطالب خششتوها انتوا. بكره حتدخلوا ورقه بتاعت مطالب حتذاع الليله، بنعرف ندخلها كيف، بنوصلها القياده كيف. في مطالب مفترض ما عندنا، ما شوف الكلام اللي بقول فيه ده لو في نهايته نحن جينا شكلنا في حاجه في الدوله دي تفوا لنا في وشنا. الكلام ده حل المشكله في البلد دي؟ لسه نحن متمسكين بانه يكون جزء من الحل الحركات المسلحه، وانه الاحزاب السياسيه ما تتغول على المكاسب باسم التكنوقراط. ده النقطتين بسبب في كيان حيقوم الليله. العاجبه عاجبه، الما عاجبه ذاك التجمع ديك الغير والقيام الرابطه اللي يمشي محل ماشي. نحن عندنا حاجتين، بتحققون مرحب بتمثلونا، ما بتحققون ما بتمثلونا. من السدي ما بتمثلني سايا زول، بتمثل لي حاجاتي، بتمثل لي رؤيه حل البلد دي، بتمثلني، بتلف وتدور علي، ما بتمثلني يا زول. وانا احنا عارفين اللف والدوران ده حيحصل من زمان. كل يوم بقول داعم بتحفظ، داعم بتحفظ لليوم الاسود ده. عندنا مطلبين لابد من تضمينه في المطالب، 3 مطالب اضافيه اساسيه مع المحاسبه. مع المحاسبه، تذكروا الكلام ده حنعلنه بعدين وحنوريكم الواقف فيه منه، وحنشوفوا خطواته طوالي في الارض. 3 مطالب اساسيه، لو قلت فضوا الاعتصام وما تفضت ما بتفضى، نمرق تاني نحكها من السوق العربي لما نوصل اعتصام تاني. نرجع، ما ده حق الناس اللي ماتوا، بنرجع نحكها من السوق العربي عشان نسقطك انت والمعاق واللي بتحاور واللي بيشتريك واللي بيبيعك والامارات اللي دفعت لك ذاته. ما بترهبونا بالصوت بتاع التخوين ده، ما بترهبونا بالخطاب الفارغ اللي بتمروا به تحت ده، امشوا هاجموا انت فلان، امشي هاجم فلان، ما بترهبونا به. ما دارين سلطه، نحن دارين بلد كامله تنهض لفوق. التكنوقراط ما بيجوا سياسيين، مش لو مشيتوا قعدتوا في سلام روتانا ولا في شيطان رجيم ما بيجوا، ولو جو بنسقطهم. اي حزب جو ما خلاص هسه في الواجهه منه، في الواجهه كيانات مهنيه، في الواجهه احزاب سياسيه بقت، في الواجهه صراعات الحزب الشيوعي بيانوا طلعوا ده شنو؟ صراعات سياسيه الان ظهرت، اللي بيخلينا ما نتكلم شنو؟ ما الان بدأوا يتشاكلوا قدام الناس، شيوعيين طلعوا بيان، حركات مسلحه طلعت بيان، منو طلع بيان، وكل بقى تاكلوا في بعض. الكلام ده قلناه قبل 4 شهور. تطلعوا من المشهد، لو ما غالبكم تديروا اطلعوا منه. المشهد ده فيه 3 لابد من تضمينهم داخل المشهد، 3 ديل لو خشوا والله لا محتاجين لاحزاب سياسيه ولا غيره، يا تمشوا دغري. 3 مفترض يخشوا في المشهد. مجالسكم دي جزء منها لجان الارض ذاتها، مش نحن، لجان الارض ذاتها. الناس اللي كانوا بيجمعوا في الناس اللي كانوا بيقفلوا في المتاريس هم ذاتهم الاحياء اللي بدت الثوره دي تمثل تمثيل حقيقي. اي حي قدم شهيد يمثل بيزول قاعد يحرس دم شهيده ده. تلعبوا ليه ودوا ولا شنو؟ دي الخطوه الاولى في التمثيل بتاع الكيانات والصراعات اللي بيسووا فيها دي. عملتوا مجلس هجين، احنا عارفينكم وين الشباب دول قاعدين، وين تدخلوهم عشان ما تقول لهم ثاني انتوا جداد. التمثيل ما حزبي، يمثلوا ناس اللي شفت الكتب تغنوا لهم ديل اهل الواطه نسيتهم، ديل الناس اللي بيمثلوا بعدين، لانه ديل اهل الوجع الحقيقيه، ديل ما نحن، ديل الناس اللي حضروا الناس اللي ماتوا، ديل الناس شفتوا ديل هم ذاتهم الان محتجين قدام القياده. كذابين لو قلتوا ماشيين معاكم، ما يخمكم الفيسبوك ده. بيبكوا الان في منصاتكم الاعلاميه، بيبكوا قدام المنصات الاعلاميه حقتكم الكل لا زرق ورقيص وكلام فارغ، بيبكوا فيها. اهل الشهداء قاعدين يبكوا، انتوا شايفينهم بعينكم، قول لي كذاب. بيبكوا لانه حتى الاعلام بتاع الثوره تحول لكلام فارغ ساي. مين هسي؟ ده قبل الدوله، بعد الدوله ده تسوي لي شنو؟ مين هسي؟ دم ناسك ما جبتوا، قلبتوا علي تبتب كلام فارغ. دي منصاتك انت الاعلاميه تدافع فيها قروش خدتها للناس،
بدون رقيب ولا خلاص، ده كلام فارغ ما بيمثلنا. نقطة. ده التمثيل الأول. الثاني يا اخواننا ده ما عاطفة، ده كلام قرقوش ناشف. أنا حركة مسلحة، أنا بتكلم عن تمثيل فعلي عملي الحركات المسلحة، سريع شديد تلحقوا، ما تكتب لهم سطور. هوي أنت ما شايل سلاح، هم شايلين سلاح. أنت ما بتوقف الحرب، وقفهم. أنت ما فاهم بيتعامل مع منو، ما بتعرفهم، واضح إنك بعيد. الحركات المسلحة دي لما نقول حلوا مشاكلها قبل ما تقعدوا أول، ما بتكلفك كثير المسألة دي. الجوطة الفاتت دي كلها كان أنت حلت مشاكلهم. في سلاح الآن بيعمر في الأطراف، ده لازم يتم تضمينه في الحل، تضمينه عمليا ما شعارات. هوي الناس دي شبعوا من الشعارات. وخطاب الوطنيه وشق الصف ده كلام فارغ بعد. هوي ده كلام فارغ ساي. ما ده خطاب الحكومه كان بتعمل لها صف، والما بقي في الصف ان شاء الله ما يعرس، والما بتقي في الصف ان شاء الله يقوم لها شنب. ده ما خطاب النظام. بيمشي يقعد في قطر، الدايرنا يجينا هناك، ما جانا ما وطني، ويجينا بلاحظ بيقولوا ما جايين. ده ما الخطاب السياسي، ده ما اللي كان بيحصل في السودان. داير تمرر الليله ثاني، ده الصف الداير يجي ويجي والما داير يجي ما وطني. نحن ما وطنيين، نحن ركوب الراس ذاته. ده ما خطاب النظام. لما يمشي أبشة ونجمينا أديس أبابا ويقعدوا هناك في الفنادق ويقولوا ما بجينا، كان بيجيهم منو؟ كان بيجيهم أهل المطامع والمصالح، ناس أبو قردة وغيره وغيره، الليلة معزولين من قواعدهم هناك، ويجوا يمثلوا بنفس الخطاب حق النظام. الداير يجينا يجينا، الما داير يجينا ما بنمشي له. ده خطابنا السياسي. هسه احنا ماشيين قاعدين في السلام روتانا، الداير يجينا يجينا، الما بجينا ما تكنوقراط. بنوريك التكنوقراط منو؟ ما بنسمح بتغول الأحزاب على كلمة تكنوقراط، ما بنسمح. ما بنسمح بأن الأحزاب تقدم كوادر في الواجهة تحت مسمى التكنوقراط، ما بنسمح. غشيتوا الناس قلت لهم بنجيب حكومة بتاعت كفاءات، الآن برضو عايزين تجيبوا لنا حكومة بتاعت كفوات تسقط في أول شهر وشهرين. ده ما الشغل الشغالين. احنا ما داير حكومة، لكن داير حكومة تمثل تطلعات الناس اللي ماتت عشان كفاءات، ما عشان صراعات. حزب الشيوعي الآن بيطلع بيان، منهم طلع بيان، منهم طلع بيان. انتهى الكلام. 3 نقاط مهمة حارة حنضل مع المحاسبة، أبلعوها أو ردوا لنا عليها عملية، ما تردوا لي كلام عاطفي. استغليتوا عواطف الناس زي ما المفروض يستغل العواطف. كلام بتاع شحن وبياناته، انتهى الكلام ده بعد ده خلاص. الشحن الثوري انتهى بعد ده. جا الخطاب السياسي الحمد لله الداير رد موضوعي، ما داير كلام بتاع عواطف. ما تخم عواطف الناس، ما تخمون بالعواطف. دايرين الكلام ده، ما في كلام ده ما بيتمثلنا يا زول. شفت دارفور دي ما خشت معاك توش القصر ده، ما بتمثلنا، لانه بعد عارفين بيحصل شنو. ننبح لما الناس يدوروا ثاني كلاشات نبقى في التوقف ما تجيب ثاني. ننبح لما ثاني تدور معسكر النازحين، لانه انت شغال اقصاء للناس بمسمى الاحزاب السياسيه. وصراع ما بين نداء السودان وقول الاجماع الوطني، وصراع ما بين منو ظهر الان من قول التيت. احنا ما عندنا صراعات مع زول، والشباب ده ما بعرفوا لك السياسه يا زول. صراعاتكم دي لموا عليكم. قبلنا تكون في واجهه الناس تمشي وراه، لانه الناس ما قبلنا الاحزاب. لكن لما تجي تحاول تسوق الناس في مرحله الفعل السياسي بذات الواجهه المختبئ انت وراه، ما بنقبل بعد ده. خلاص انتهى، ما في صف وطني ثاني يا شباب. في اعتصام واحد موحد، نحن معه، انت معه، اي زول معه. ما في زول ارجع من الاعتصام ما لم يحقق مطالبه. نحن مطالبنا شفتوا الكلام ده يتذكروه عشان ما تبكوا عليه. ثوره ما حلت مشاكل الدم في الأطراف في النيل الأزرق ودارفور وجبال النوبة، دي ما ثورة. كلامي ده حنضل كعب شق وطني صف أي حاجة. ثورة ما أنجزت سلام في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق تبقى ما عملت أي حاجة، لأنه الدم السقط هنا ده حيسقط مقابله بغادي آلاف الناس، آلاف الناس. لكن لحد الليلة ما قادرين نحسب الوجع هناك، ولا النخب السياسية قادرة تحسب الوجع بتاع الأطراف، ولا النخب قادر تحس. لانه هناك بيموتوا ما بنسمع بهم، بيموتوا 1000 و2000 و3 ما في زول بيسمع بهم. الليله زعلانين نحن عندنا ناس ماتوا، في ناس هناك ماتوا، في ناس تاني حيموتوا. نعمل على انه ما في زول يموت في البلد دي بسلام شامل عادل، بخطاب وطني يشمل كل الاطياف. الان بيحصل ضمان وطني، ما تخد تلاقي صف وتقول المبقي في زول شايل سلاح ما داري يقف معك، بيسوي له شنو؟ انا دخلوني، انا زول ما وطني مشيت، انا ما وطني، انا خاين. الحركات المسلحه بيسووا لها شنو بعدين؟ بتقول لهم خونه؟ الحركات المسلحه دي لما بتحارب انت ما خشيت المشهد السياسي ولا افضل بعرفك، انت ما تكونت، ما تقصي الناس، ما تقصوا الناس. الاقصاء ده ما بنتكلم عن زول، نتكلم عن فئات كيانات، نتكلم عن مناطق كامله الان قاعد تهمش. حتى في لجان التفاوض ما في زول قاعد يمثلهم، لون واحد. الكلام ده هم قالوا ما قدرنا نرد عليه، ما قدرنا نرد عليه لانه كلامهم صح،
كلامهم منطقي شايفينه بعيننا، حنقول لهم شنو؟ معلش اصبروا. ما في معلش. معلش دي كان بيصبرهم، كان سكتوا، كان وقعوا مع الانقاذ دي، ما الانقاذ دي شغاله تقول معلش معلش وبيدوك في الناس. تاني ما في معلش قلنا. يبقى مع المحاسبه. بند الاول محاسبه، تليه البنود اللي بعده طوالي، استمرار الاعتصام. او يبقى اللي سويته ده كله ما عنده قيمه. اثنين ثلاثه، حل المشاكل حقت الاطراف واستيعاب في الحل. استيعاب كجزء اصيل من الحل. بعده تمثيل لجان الارض في اللجان حقتكم دي كلها، يفهموا يشوفوا بعينهم. بعد ما ينفع الكلام اللي بيجي من ورا واللي بيسقط اسقاط. ما تفترضوا في الناس دي الغباء وعدم الوعي. اخيرا ودي اهم نقطه، الكفاءات اللي بنتكلم عنهم زمان عباره عن ناس قلنا ما عندهم انتماءات سياسيه، قلوبهم نظيفه، قلبهم على البلد، يدهم نظيفه. دي الثلاثه شروط. ما تجيب لي كفوات سياسيه من اسي قاعد تتصارع، عشان ما تتصارعوا طوالي تتنازلوا. الاحزاب تعمل شنو بعد ده؟ الاحزاب ترتب نفسها للمشهد الجاي، تمشي تشتغل، ترتب نفسك، تستعد للانتخابات الجايه. نحن كلنا ما خاشين في دي. ترجع ورا، تقدم كفاءات ما عندها خلافات، ما عندها صراعات، ما عندها انتماءات سياسيه، ما عندها اهداف، بتقدر تمشي البلد دي لقدام. البلد دي الان بتتحمل صراعاتكم دي. طلع الحزب الشيوعي من اسي بيانات، منو طلع بيان؟ بقى خلاص ده الحاصل. ما تتجرسوا، ما تيجي تردوا وسخكم فينا نحن. وسخكم لموا عليكم، ارجعوا ورا، قدموا كفاءات لا تنتمي. دي مطالبنا اللي حنرفعها بشكل بتاع جسم. كده بتكونوا فهمتوا انه الكيان اللي حيعلن عنه اهدافه شنو. ما عندنا اهداف حقتنا نحن، عندنا مطالب. اي زول شايف كلامنا ده صح طوالي يخش معانا بس. ما تقول لي صف، ما يخوفوك بالصف، اصله ما يخوفوك. الصف ده ويقفوا نقيف معاهم، نقيف معاهم للنهايه، لكن ما بنمشي كلام غلط. دي المطالب اللي قلتها دي منها السبع لله. بعدين فكر في كلامي ده، ركز فيه كويس، امشي الاعتصام، قول رايك هناك. حل ما استوعب النيل الازرق، جبال النوبه، دارفور، ده ما حل. واحد، تكنوقراط اجوا بجلابيه احزاب ما بينفع، او احزاب تجي بجلابيه تكنوقراط ما ينفع. تكنوقراط في السودان معروفين، كفاءاتنا في الطيران، في الصحه العامه، في الجيش، في اي حاجه، في التعليم، في غيره، في القانون، في القضاء. كفاءاتنا حول العالم معروفين ومشهود لهم بالكفاءه، ما عندهم اي نشاط ولا انتماء سياسي. ما تمشوا تلمع عليكم اسماء وهميه تقولوا دي الكفاءات السودانيه، عشان تيجوا تاني تحفروا لبعض. الكفاءات المشهود لها حول العالم معروفه، ولا دايره لا ذات اجتهاد. اي زول ممكن يحدد له 20 اسم من الكفاءات الما سياسيه. كفاءات وطنيه دايره تخدم البلد دي، وما دايرين قروش ذاتهم، جايين بخططهم وبرامجهم وقروشهم ذاتها، جايين نازلين بها في السودان عشان يخدموا البلد دي. شنو ماشيين تقعد لي في الفنادق تقول لي حنجيب كفاءات نحن؟ انت من السبت الصارع بتطلع في بياناتك من كم يوم لليله دي. يا شباب المطالب اسمعوها كده، اتناسوا كلام الصف. كلام اللي قلت ده عليكم الله فكروا فيه. اول حاجه، هل هو بحل البلد دي ولا بحلها؟ بحلها من الورطه دي ولا بحلها؟ دار تفضل الاعتصام، تقدم ما يرضي مع المحاسبه، مع بند المحاسبه. حكومه بتاعت تكنوقراط بتاعت كفاءات ما عندها علاقه باي حزب سياسي. من الخبرات اللي بنتكلم عنها ذاتها ما شبابيه، عشان ما في زول يقول شباب طمعانين في السلطه. خبرات لانه الان المرحله الجايه دي حقتهم هم. البلد دي متازمه جدا وبتحمل اي مشاحنات. المرحله الجايه حقت ناس ما عندهم اعداء ذاتهم، يكون ما عندهم اعداء، ما عندهم خلافات، يقدروا يرتقوا الصف الوطني ده، يجيفوا بس يشتغلوا كده لله والوطن. ما عندهم اي حاجه، ما عندهم حزب، ما في حفر، ما بيحفروا لك ولا بنحفر لهم، بنحميهم نحن بعد ده بيدمنا. يكون ما عندهم. وانا بتكلم عن ناس ما بتربطنا بهم اي حاجه، فيهم جزء ما بنعرفه، قرينا عنه قرايه. كفاءات السودانيه بنقرا عنها وبنجي نفتخر بها في البلد دي. دير الناس المفترض يقدموا الصف. انت ما عندك الحق تقدم احزابك بالدس بالتفاوض، دي تعمل لي صراعات جايه. الفتره الجايه ما حقت احزاب سياسيه، ده راينا. ما تقول لي تجمع ولا غيره، دي الاحزاب السياسيه كلهم. كلام ده واضح، زمان ما بنقدر نقوله. وكمان في الاحزاب السياسيه احزاب سياسيه مؤدلجه بابشع انواع الايديولوجيا. واضح خطابك، ما بتدسه، ما بتدس. والله الريحه ضاربه زمان وساكتين، لانه عارفين الثوره اولى والوطن اولى، تمشوا قدام. المرحله الجايه ما حق الزول منتمي ويحلف قسم. المجلس ده لو بيقعدوا عايزين تتحالفوا معاه طلعوا يحلف لنا قسم قدام الشارع، من برهان لغيره. بقيتوا متحالفين معاه طلعوا الشارع يحلف قسم قدام الشاب ده بمصحف ذاته. نتاكد اول شيء ده مصحف ولا صندوق بتاع حلاوه شوكولاته، نتاكد نفتش المصحف ده كويس، ما في صيغه ثانيه. وتجيب المصحف تحطه لنا، قول له مره حالف لنا، مره في صندوق بتاع شوكولاته، مره حالف لنا ما عارف في شوال فاضي، شنو ده؟ طيب لقى المصحف ده مفتشه ونحضرك تمشي تتوضا وتجي تقعد تاخذ يدك في المصحف قدام الله والشعب، ونراقبك. صيغه ما في بعد القسم ده، نراقبك وتلتزموا بانه الاعتصام ده حق مكفول والتظاهر حق مكفول. دي اهم نقطه في الخرمجه بتاعتي دي كلها، انه التظاهر حق مكفول، التظاهر حق مكفول. طيب يا شباب، اخر نقطه عشان نتلاقى الساعه 8:30.
الانتماء ما حق مكفول. الناس اللي بيتكلم عن الصف الوطني ده تجاوب على السؤال ده هسه، اطلعوا هاجموا، واثناء ما انتوا بتهاجموا جاوبوا على سؤالي ده. مع السنين مع الايام حتتذكروا هل الثوره دي جايه عشان تصادر حق الناس في الانتماء؟ ما في احزاب الان شغاله وفي كيانات شغاله بتمثل فيك تحت مسمى والحريه والتغيير، مش كده؟ هل ده بيمنع الكيانات الثاني؟ يعني ايه؟ يعني شنو الساحه يكون فيها حزب شيوعي حزبهم واتحادين شغالين وتجمع مهنيين شغالين وده يمنع الناس يعملوا كيان ويكون تكوين الكيان شكل الصف يعني وطمع؟ وما لكم كيف تحكمون؟ ها؟ جاوبوا على السؤال ده بينما انتم تهاجمون. يعني الثوره دي جايه الصادر حقانا في انه اكون كيان؟ هل من حق الناس يكون عندها احزاب وكيانات وتيارات وتجمعات وما في زول تاني الحق يعمل غير الكيان؟ اللي بيعمل غير الكيان بيبقى شق الصف يعني؟ جاوبوا على السؤال ده، جاوبوا عليه بالراحه كده. ناس الصف الوطني، ناس الاكذوبه اللي لبسوكم ليه عشان يبيعوا ويشتروا ويتحاوروا بتحت. نحن ما ناس بتحت، نحن ناس بفوق، عشان كده مكروهين شديد. نحن ناس ما في بدس، نحن ناس بنغلط بنجي نعتذر بنقول والله غلطنا في واحد اثنين ثلاثه في اللايفات دي، ما بنعرف نجي بتحت. كلك ما عندنا مدسوس، قلتوا اي قلنا، سجلتوا اي سجلنا، عملتوا اي عملنا، ده راينا. بس جاوب على السؤال ده بس لحد ما اتلاقى معاكم الساعه 8:30 في الاعتصام. جاوب على السؤال ده. عارف الاعتصام لانه في ساوند سيستم شغال فيه المخاطبه الليله بقعد في الاعتصام. الليله شغال مخاطبه بالساوند في الاعتصام الساعه 8:30 باذن الله. الليله شغال مخاطبه في الاعتصام بالساوند من هنا. ماشيين بعد خلاص ترتيب اوراق، جايبين بروجيكتور وشاشه في الاعتصام، هنشتغل مباشره لحد ما ربنا يهون لنا حل مشاكلنا الامنيه اللي هنا دي ونوصل هناك. لكن لحد الوقت ده الايام الجايه حنجيب بروجيكتور وشاشه وغيره يوميا نخاطب ننزل صوتنا يصل. وسؤال داير له اجابه، هل الثوره دي داير الصادر حق الناس في تكوين كيانات؟ هل ده دي الديمقراطيه هنا؟ هل وجود كيان اضافي في الساحه خصما ولا اضافه عليها؟ وليه وجود الاحزاب التقليديه اللي قاعده دي ما خصما لكن وجود كيان جديد خصما؟ جاوبوا على الاسئله دي. ليه كيان جديد بيخصم منك؟ ليه بتروجوا الحاجات دي؟ ما تخلونا ننزل، والله شوقتونا للنزول، شوقتونا للصدام ذاته السياسي. جاوبوا على الاسئله دي. انتم ما مفتحين اكثر مننا في السياسه ولا بتعرفوا اكثر مننا. جاوبوا، نحرجكم كل يوم احراج سياسي. جاوبوا على السؤال ده بس. وانا صدري ده تاني فاتح للضرب، فاتح للضرب، الدار يضرب كله يضرب، لكن يجاوب لي على كلامي بس. سؤال لحد ما نتلاقى الساعه 8:30، هل الثوره دي لمصادره حق الناس في التنظيم والتجمع والتظاهر؟ التنظيم ده هو ذات الكيانات الشبابيه اللي انتم عاملينها دي، لانها حتضغطكم. لانه تنظيم الشباب الان وتوحيد صوتهم بيخليك ما تقدر تقول ده الجداد، لانك حتسمعه وحتقراه وحتشوفه معلقه فوق. ما بتقدر تقول تاني ده الجداد. حيبقى في صوت تالي في الساحه دي عنده مطالب حقيقيه وطنيه ما عندها علاقه بيجيبونا وخدونا وما ودونا التفاوض وما ساقونا. لا 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 لا، الداير يمشي يمشي، لكن ينفذ لنا كلامنا بس. الناس اتباكوا الايام اللي فاتت كانوا بيتباكوا في انه ما سكتونا وما دعيتونا. لا لا لا، نحن عندنا مطالب الداير يتقدم ينفذها. نحن ما بنتقدم، نحن بنقعد ورا هناك بنكورك بس بالصف كنبه شكرا. نحن دايرين كده وكده وكده وكده، اللي بنفذها منه اتفضل امشي انت زولنا، ما بتنفذها انت ما زولنا. فهمتوا يا شباب؟ نحن ما دايرين نتقدم، نحن عايزين نتاخر بالناس ورا ونقيف ونرفع المطالب ونحرزها. ما دايرين، ما في زول بيمثلنا منه اللي بينفذ مطالبنا. حل الازمه ما تقول لي العمل من اجل حل الازمه، لا، استيعاب الناس ديل، استيعاب ناس الارض. 3 التكنوقراط اللي بيجوا يكونوا حقيقيين مشهود لهم بالكفاءه المهنيه ما السياسيه اللي بيرتبوا لها بتحت لحد ما تلاقي الساعه 8:30. ابقوا طيبين، ربنا يحفظكم، ربنا ينصركم. ودم الناس ده ما سلم للسلطه، دم الناس ما سلم للسلطه، دم الناس سلم لتغيير وتمن لتغيير وتمن لحريه وسلام وعداله في البلد دي، ما تمن لاعاده انتاج القوى السياسيه بازمات التاريخيه القديمه بشكل مقزز ذاته الان. ما بتمثلونا. ابقوا طيبين. قلتها بعد ده، قلتها وانا قدره، ما في راجل بيمثلني وانا ما بمثل زول. عندنا كلام اللي بيمثلوا الكلام ده يجي يقف معاه، انا ما داير امثل زول. عندنا اعلان اللي بيمثله يجي يقف معاه، وعمره عمره ما كان راي الاخر شك للصف الوطني. وقمه الدكتاتوريه والقذاره السياسيه انك تعمل لك صف وتقول ما واقف فيه ما وطني، وتحدد لك سقف وتقول ما واقف فيه ما وطني، وتروجوا للشباب الكلام ده بتضروا بمستقبل البلد دي، وحتنتجوا ازمه جديده حقت كيزان جدد في السودان. انتوا كيزان جدد في السودان بالخطاب ده، اسمعوها مني كويس وخدوها هنا وتذكروها. انتوا كيزان جدد في السودان،
بالخطاب اللي قاعد يتمرر الان انه الما معانا خاين والما معانا عميل والما معانا، ده خطاب المؤتمر الوطني ذاته. لما نحن طلعنا الشارع ديل شنو؟ ديل خونه، ديل شنو؟ ديل مخربين، ديل مالهم، ديل مرتزقه. ده كلامكم الان ذاته كلام الكيزان قبل ما تستلموا السلطه. نحن خونه وعملاء وشقاقين صف ومخربين رضيانين. ياتي يوم ما كنا خونه، نحن ما من قبل ديسمبر نحن خونه ومخربين شقاقين صف مرتزقه وشزاز افاق. بس الفرق في الزول كان بيقول لنا الكلام، كانوا بيقولوا لنا الكيزان، هسه تقولوا لنا انتم نحن واقفين في محلنا. انا الخاين العميل المرتزق شاذ افقيا وراسيا وتحتيا وجن احمر ذاته، اسمه زنون عيسى، مواطن سوداني صاحب مبادره حتعلن الليله الساعه 8:30 وما صاحبها براي للامانه، بدعوه من مجموعه من الشباب حتشوفوهم الليله الساعه 8:30. ما دايرين زول نمثله. عندنا اعلان فيه 3 نقاط قلنا ذاته سلفا، اللي بتمثله يدفع السقف بتاع المطالبه بها، لانه ديل بتحل لك مشكله البلد دي، ديل بتنهض لك بالبلد دي. شفت نحن همنا الحرب دي تجي اول حاجه في البلد دي. ما قاعد نفكر في السلطه دي استلموها بتين ولا ما استلموها بتين. السلطه ما بتوقف حرب قبل ما تستلم، دي ما سلطه. نتلاقى بعدين الساعه 8:30 وفكروا في اي كلمه ثانيه نقول، لانه الفتره الجايه صعبه شديد، الفتره الجايه صعبه شديد. ابقوا راكزين، ابقوا طيبين، واول ما تتحل المشكله بنجي راجعين طوالي. بس دعواتكم لنا بانها تحل سريعا، قربت باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.